هو ده حجمنا يا جماعة، وهو ده مستوانا. يعني من العيب ان حد يطلع يتكلم يقول لك والله المنتخبات عندنا وتطوير الكرة المصرية والأندية والمنتخبات كلها عندنا في الكرة المصرية أصبحت في مستوى كويس. لا، مستوانا الحقيقي بيظهر لما احنا بنلعب مع منتخبات زي منتخب المغرب، سواء بقى منتخب أول منتخب شباب. مع احترامنا، لا، في فوارق يا صديقي العزيز كبيرة جدا. لما تيجي تتكلم عن تطوير الكرة، لا، لابد انك تعطي التحية والاحترام لمنتخب زي منتخب المغرب. المنتخبات المغربية بكافة مستوياتها، سواء منتخب أول أو منتخب شباب أو ناشئين أيا كان، الكرة المغربية حتى الكرة المغربية في الأندية دائما متواجدة في النهائيات، ودائما متواجدة في كافة البطولات، سواء دوري أبطال أفريقيا سواء الكونفدرالية. كل البطولات بتلاقي متواجدة فيها الأندية المغربية والمنتخبات المغربية. والتصفيات يا صديقي العزيز دايما بتبص تلاقي المنتخب المغربي بيحقق أفضل النتائج. وبعدين لو هتيجي تبص على الكرة المغربية، يكفيك إن أنت بس تبص على آخر نسخة في بطولة كأس العالم. شوف المنتخب المغربي الأول عمل إيه. عمل حاجة لم نكن نتخيلها ولا نحلم. لو قعدنا كده نحلم ان منتخب عربي او منتخب افريقي يعمل المستوى اللي عمله المنتخب المغربي ادانا شيء من الامل ان احنا قادرين، ان المنتخبات العربية ممكن تعمل حاجة. ولكن برضو الكلام والكورة وتحقيق الانجازات مش بيجي بالامنيات وبس، ولكن بيجي بالعمل والجهد والتطوير. الكلام ده موجود عندنا؟ مش موجود عندنا. فلما يجي منتخب الشباب المغربي يهزمنا، ده يا جماعة العادي وده الطبيعي. فبلاش ان انت تطمح وتطمع ان يحصل شيء جديد، ان انت تعمل انجاز، ان انت تنتصر على المنتخب المغربي. لا يا جماعة، ده واقعنا، ده واقعنا. ولو احنا عايزين نتطور لابد ان احنا نؤمن بالواقع، ونؤمن ان احنا يا جماعة المستوى عندنا الفني الكروي دلوقتي لا يليق تماما. الدنيا كلها بتتطور واحنا محلك سر، ويا ريتك حتى محلك سر، بل احيانا احنا بنكون في النازل. وعندك منتخب زي منتخب المغرب، بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لك، الكرة المغربية بصفة عامة، انت مش بتتكلم في المنتخب المغربي الاول بس عمل انجاز على مستوى كأس العالم والموضوع انتهى. لا، انت دلوقتي بتتكلم على منتخب الشباب اللي هو المستقبل بالنسبة للمنتخب المغربي وبيحقق انجازات. بتتكلم على مستوى الأندية عندها انجازات. انت بتتكلم على مستوى الكرة المغربية بصفة عامة من جميع الجهات. في تطوير على مستوى الكرة المغربية، في جهد بيتعمل، في شغل يا جماعة بيتعمل. الكرة المغربية المفترض ان هي تتاخد قدوة ككرة عربية تم تطويرها في الفترة الأخيرة ووصلت لأفضل الإنجازات. اللي احنا بنشوف في الكرة المغربية يا جماعة لابد ان هو يدرس لبقية المنتخبات العربية. التطوير دائم ومستمر، وزي ما بقول لك مش إنجاز تم على مستوى المنتخب الأول وبس والموضوع انتهى، ولكن كذلك على مستوى منتخبات الشباب. الناس بتعد العدة للمستقبل، بتبص لبكرة. يعني مش بيقول لك احنا خلاص عملنا إنجاز وعملنا إنجاز من صعب ان احنا نكرره او نحققه. لا، الناس بتطمع في اكثر من ذلك. بيقول لك احنا عايزين اكتر من كده. احنا ليه يا جماعه ما نلعبش نهائي كاس عالم؟ احنا ليه يا جماعه ما نحققش بطوله كاس العالم؟ احنا وصلنا خلاص للمربع الذهبي في كاس العالم. فايه المشكله يا جماعه ان احنا نوصل لابعد من كده؟ لكن بعض المنتخبات لمجرد ان هو بس يكون طموحه اقصى طموحه ان انت يا صديقي العزيز توصل لمرحله ان انت بس تعدي تصفيات كاس العالم، مجرد المشاركه في كاس العالم، شرف المشاركه في كاس العالم. فشفت الفوارق حتى في الطموح، مش في المستوى، في الطموح، في العقليه، في بعض المنتخبات وبعض الأندية. مع احترامنا وقد نكون احنا منهم، ان احنا اقصى شيء بالنسبة لنا يا جماعة ان احنا عايزين نوصل بطولة كأس العالم، او حتى ان وصلنا يقول لك يا سلام لو صعدنا من المجموعة في كأس العالم. لا، عندك المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي وبيطمع لأكثر من ذلك. عامة يا صديقي العزيز، نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.